وفاة طالبة جامعية بصعقة كهربائية بالإقامة الجامعية محمد بن بلعيد حسوني 2 في المسيلة. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. توفيت اليوم الاثنين طالبة جامعية بصعقة كهربائية على مستوى الإقامة الجامعية محمد بن بلعيد حسوني 2 بالمسيلة. وحسب المصادر الطالبة والمسمات زينب محمد السالم تبلغ من العمر 22 سنة من الجمهورية العربية الصحراوية، وتدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف في المسيلة. وحسب المعلومات الأولية الطالبة كانت بصدد تغيير مصباح الغرفة ولفظت أنفاسها الأخيرة بسبب صعقة كهربائية، وتم نقل جثة الطالبة لمستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية. وفور سماع الخبر تنقل والي المسيلة رفقة مدير الجامعة بالنيابة للإقامة للوقوف على حيثيات الواقعة، أين طالب بفتح تحقيق من طرف الجهات المعنية لمعرفة ملابسات الحادثة.